البيبول بليزرز اللي بيرضوا كل الناس على حساب نفسهم وفي الاخر بياخدوا على قفاهم يجمعوا عليا عشان هقول كلام مهم. معلش يعني ترضي كل الناس ليه يعني؟ ها، هم مش ابوك وامك يا حبيبي عشان ترضيهم. هو كده اتوبيس 7 بشرطه ده بتركبه من رمسيس، اول الخط بيكون ارضاء الاخرين، اخره احتراق نفسي. ما بيقفش في السكه ما شاء الله يعني طلقه. مساء الخير عليكم جميعا، يا رب تكونوا جميعا بخير. النهارده هحكي لكم قصتي في التحول من شخص محبوب من الكل الى شخص سيء في رواية الجميع. يعني ايه شخص بيبول بليزر او شخص يسعى لارضاء الاخرين؟ الشخص ده بيعتقد ان بناء علاقات اجتماعية ناجحة بيكون عن طريق ان هو يرضي اللي حواليه، يشوف الناس محتاجين ايه، عايزين ايه، ايه اللي يبسطهم، ايه اللي يرضيهم، بيتعامل مع كل الناس ان هم ابوه وامه، بيكبت احتياجاته، ما بيعبرش عنها. لو حد قاطعه وهو بيتكلم بيتضايق بس بيسكت ويكتم في نفسه. لو حد كان بيتكلم معاه في حوار وهو قال رأيه وبعدين الشخص ده تجاوز رأيه وكمل كلام، بيتضايق بس بيسكت ويكتم في نفسه. لو موجود في الشغل بيعمل حاجة وواحد جه قطعه وهو بيشتغل ومنهمك فساب الشغل علشان يرغي او علشان يوريه بوست تافه على الفيسبوك، بيتضايق ويسكت ويكتم في نفسه. طيب تمام، يعني ايه المشكلة يعني الراجل لطيف يعني بيحاول ان هو ما يزعلش حد، يعني ده ما شيء كويس يعني. هو بيبقى كويس او هو بيعتقد ان ده شيء عادي وكويس جدا وما فيهوش اي مشكلة لفترة من الزمن لحد ما الوقت يعدي، وبعدين يفاجأ بالعواقب والتبعات الكارثية لهذا السلوك. اللي هي ايه؟ خد عندك فشل ذريع على الجانب المهني. ليه بقى؟ لانه دايما مش بيعرف يلتزم بالديدلاينز او يلتزم بالمواعيد التسليم النهائيه لو هو بيسلم اي حاجه في اي شغل، لان حضرتك هو بيبقى شخص مستباح، كل الناس بتيجي تقاطعه، كل الناس بتيجي تضيع له وقته، وهو ما بيقولش حاجه، ما بيحطش حدود للناس، بيقولهمش والله انا ورايا حاجه بعملها من فضلك انا مش فاضي زي ما كل الناس بتعمل. هو ما بيعرفش يقول ده، ما بيعرفش يقول لا، ما بيعرفش يوجفها، فطبعا بيتشاف دايما ان هو شخص مقصر. ده الليفل الصغير. نيجي بقى على الليفل اكبر شويه، لو الشخص ده كبر في المكان والمفروض ان هو كان يعني قريب من الترقيه، هتفاجأ ان القيادات اللي في المكان مش هيرشحوه لاي مناصب قياديه، لان هم بيعتبروه شخص ضعيف الشخصيه، شخص مهزوز، شخص ما يقدرش ان هو يشيل مسؤوليه، لان هو ما بيعرفش يحط للناس حدود وما بيعرفش يقول لا. ادي الجانب المهني باظ. اللي بعده الجانب الاجتماعي. هو المفروض ان هو استثمر علشان يعمل علاقات ناجحه، يعني المفروض ان سلوك ارضاء الاخرين ده هو طالع اصلا منه علشان يعمل علاقات ناجحه. هو متخيل يا حبيبي ان هو لما يرضي الناس كلها الناس كلها هترضيه. بس الشخص البيبول بليزر ما يعرفوش ان الرغبه في ارضاء الاخرين بتكون خارجه من منطقه البحث عن القبول والخوف من الرفض، ودي كلها نقط ضعف، والناس بيقروا هذا الضعف. ومش محتاجه اقول لكم ان الناس ما بيحبوش الضعفاء، عشان كده الشخص ده ما بيكونش محبوب في النهايه، بالعكس هو بيكون مهمش، بيكون عرضه للاستغلال، بيكون شخص invisible مش متشاف اصلا، احنا مش شايفينك، انت ما جيتش اصلا يا ابني. ادي الجانب الاجتماعي كمان باظ. اللي بعده، طب اخبار الجانب العاطفي ايه؟ الجانب العاطفي هو جزء لا يتجزأ من الجانب الاجتماعي. انت متخيل شخص ما بيقولش لا، شخص ما بيحطش حدود، شخص بيسمح للي قدامه ان هو يتجاوز لفظيا ويتجاوز بسلوكياته من غير ما يوقفه. متخيل الشخص ده هينجح على الجانب العاطفي؟ مفيش بح. طب والنتيجة؟ الجانب الاجتماعي، العاطفي، المهني باظ، ايه اللي فضل؟ ترى الشخص ده هيعمل ايه تفتكروا؟ الشخص ده في نهاية الامر هيحترق نفسيا.
يعني هو كده اتوبيس 7 بشرطه ده بتركبه من رمسيس، اول الخط بيكون ارضاء الاخرين، اخره احتراق نفسي، ما بيقفش في السكه ما شاء الله، يعني طلقه. يعني ايه بيحترق نفسيا؟ الاحتراق النفسي يعني ان الشخص بيكون استنفذ كل طاقته النفسيه الذهنيه العصبيه البدنيه العاطفيه، مبقاش عنده حاجه يديها لاي انسان. شخص خلص، اتشفط تماما، بقى فاضي، ما عندوش حاجه يديها لحد، مش قادر يبذل مجهود في اي جانب من جوانب حياته. انت ممكن تفاجئ ان انت مش قادر حتى تكتب رساله على الواتساب لحد، مش قادر تكلم حد تجامله تقول له ازيك عامل ايه مبروك حصل كذا. فقدت قدرتك على بذل اي مجهود في اي اتجاه، وبالذات مع البني ادمين. خلاص مش قادر، انت خلصت. طب الاحتراق النفسي ده بيظهر في ايه؟ بيظهر في السلوك العدواني الشديد جدا. الشخص بيكون قابل للاستثارة العصبية لأتفه الأسباب. يعني انت لو دخلت مثلا المطبخ تعمل لنفسك فنجان قهوة، ما لقيتش القهوة تقول اف ايه القرف ده، حتى القهوة مش موجودة. احتراق نفسي يا باشا. وبالمناسبة الاحتراق النفسي ده أول سلمة في الاكتئاب. يا رجعت يا معرفتش ترجع. طب هو ليه الشخص البيبول بليزر أو الشخص اللي بيسعى لإرضاء الآخرين بيحترق نفسيا؟ تعالوا نفهم سوا الجزئية دي. الشخص ده بيكون عامل زي واحد حط تحويشة عمره في مشروع والمشروع ده خسر. هو نفس الإحساس بالظبط. فلما تيجي تقول له طب مفيش مشكلة ابدأ من جديد إذا مفيش فلوس، معيش فلوس، بيكون عامل زي الطالب المجتهد. هو ذاكر كويس قوي قوي قوي، يعني ذاكر من الجلدة للجلدة، بس اكتشف يوم الامتحان انه ذاكر منهج غلط فسقط. كتالوج اللي بيستعمله الشخص البيبول بليزر او الشخص اللي بيسعى لإرضاء الآخرين كتالوج خاطئ، بيدي من نفسه من قلبه من مجهوده، بينحر في نفسه، في النهاية النتيجة والمردود بيكون سلبي. ده شيء محبط للغاية ويحرق أي إنسان في الدنيا. وطبعا أنا مش هسيبكم طبعا تقطعوا شرايينكم، أنا أكيد جايبه لكم حل.